وشردوش ويرش دوش وحوش وين تغنو أن وقوز حاشو الشيخ علي جفري الحبيب زين العابدين ويلشن صلى الله عليه وسلم تين استقويز قريشي تيبن جمل الليل تحيي نخولش تاقا يمن مخكر تغنى هو الدنيا انتحا طريقة علم استقوهر ديل إلشان صلى الله عليه وسلم زعنس وحوش درجي علمناش إشت زعنس ديل إلشان يردون وعبوش البوش بول عليه الصلاة والسلام علم ناخر علم حياة أقتون ديلا ليرمي وجري ليرين لا المقلح لدو غردوه هقنق ويزخل وجه الله داله وين بيركتي ويلهر هقن بيشخل بوش بول حيخة محلات دال حيق الإيمان لويل وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. دال خاستنبو إسلام نعمة دال وين دلرنا إسلام نعمة مقاتشو يشدق نعمة دال وين دل والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة. ديل صلوات سلام خيل دال عالم إهتم بشويتين والج إلشن وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ديل إلشن دوزل ناتون أصحاب شناتون نيق أن تعمل باشانا خليل. وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم حيث مد لنا ولكم في العمر إلى زوال شمس هذا اليوم التي استوت ثم زالت وكل منا يخفق قلبه بالإيمان بلا إله إلا الله. دال خاستن بشا حق زامنغا ويدعن خل وشولج مالخا يقيدع هوتنا ديل لامز خنخلشي مالخ دعبوز آوان حارة ادعتو جنش خيني دال ويتسحن داخا دهنا هورني ويدوغ لا إله إلا الله أولش توه دليتين ولج دال خاستن بقشا. أكثرنا ولد وأمه تدهدهه على هذه الكلمة وهو لا يشعر بالجهد والتعب والألم الذي بذل حتى تصل الكلمة إليه، لا سيما الشباب منكم. اشتا وين خأد الأردوش خلوانسا ويدقنش لا إله إلا الله بوش خلدوش دولو وتدشتا ديتلوش دولش. وقال بعض العارفين بالله تعالى آفة النعم الإلف، أي الاعتياد، آفة النعم الإلف. نعمتي أقات سقط أقا يشم هبوحون ألشي أحط نعمة أورلاتر دحون به دائما نعمة شحون أهليلش دلش. الآفة مثالها مثال الدود أو الحشرات التي تأتي إلى الزرع وقد أثمر فتفسد هذا الزرع، كذلك إلف النعم اعتياد النعم يكون آفة تبطش بهذه النعم وتذهب خيرها إذا استسلم الإنسان لهذا الإلف. أقا دال وين قوش دور خل داش دالشو أص نعمة يقع خلش باش بال إيشم وين هبوحون ألشي أقي نعمة تسوي عادة لاتر ويور لاتر نعمة دائما وين حخلش دلش أص نعمة يورا لوتي إيش تتحكي ويدي يسحب واحد عيش ويلا يوش مثلا عنوة أقا ويتعبنا صدوش لهم نشي حلقة إندش دل يلته سوس تنستم حلخلش زامن شوحة أص عنش داغ دوغي يلته داريتر. ونعمة الإسلام هي أعظم نعمة يكرم الله تعالى بها عبدا من عباده، بل هي مفتاح النعم. فإذا تعود الإنسان على كونه مسلما ورث الإسلام عن أبيه وأمه ولم يستشعر
عظمة هذه النعمة وعظيم فضل الله عليه، يكون ذهاب استشعار عظمة هذه النعمة كالآفة التي تأكل في هذه النعمة. İşte İslam dindal ve del khildaş dalu dok ni'mat iz masu ni'mati na'yulş masu ni'mati ni'mat tırjdu iz mesela ve busul bkhilar ديش خل ديون دا وحدوش ويبوصل بخلال عاد تقلات تنت يرقلات وحدوش خلج أت إسلام نعمة تن شام تن مرزوة تن شو خيلر دوش إشتا أبوشني هم درشتن إيوه حد يحكي خلشي تن خوخل حون أج أت دانش دين خل درش دالشو يلتند إيرستوم سنة نعمة يشم خل سجحت أقص إسلام نعمة. وهنا معنيان لما أقصده. شما عنده شينا قال واشترك شادش خل درشتالش قميلا. معنى خاص ومعنى عام. أستن درشتال معنى دو يقر درشتال بس أنا خوشتال معنى دو. أما المعنى الخاص فهو يتصل بكم معاشر المسلمين في الشيشان وفي عموم القفقاز. أستن درشتال معنى نخجي شواح داغستان أستناه كوكاز عبوش بالشو بصمنا هتسوتل دول معن دونه. فلو جلس الشباب مع كبار السن وسألوهم كيف كان الآباء يعانون ويتألمون ويتحملون من أجل الحفاظ على لا إله إلا الله في قلوبهم ليسلموها إلى الجيل الذي يليهم. كي شار بقي شار خاتش اش مل بال لينتيح مل خلونش لينتيح لا إله إلا الله بوشتل دشتح صوت خرج إلرديش لردين شولتح شيتح تخش شولش تحيني يحقاش وغيرش. أخبرونا أنه بالقرب من هذا المكان كانت مطحنة يساق إليها العلماء والصلحاء والأولياء يطحنون فيها وتطحن عظامهم لتنثر بعد ذلك في هذا النهر الذي ترونه. فهذا النهر شاهد على ما دفعه آباؤكم من ثمن حتى يولد أحدكم وهو ينطق بلا إله إلا الله. شينا ديش خزنا قزاح هوق مجدقن جرقاح تحير خلق سلجة تاتولن يستح وتحيري تشوح شو ديكناخ ديل جرقرنا أولياش علمناخ أها أحش يخ تير تير دعكش أت خيشو دعيولخش أخ يسولش تاتول مدوق تيشل دوق إز أت ديكشناخ لردين خيل دشتل إديل دوش لا إله إلا الله شوك حقا شو غير شتال حق خيل دشتلش قن مدوق تيشل دوق إيه. اسألوا من تبقى من كبار السن من علماء هذه البلد وعموم مسلميها، اسألوا الطبقة التي علمت المشايخ الأفاضل الذين ترونهم أمامي ها هنا ماذا سمعوا من أشياخهم، كيف كانوا يطلبون العلم في الدهاليز حتى لا يعرف أنهم يطلبون العلم أو أن مشايخهم يدرسون العلم فيقتلوا، كيف كان من علماء هذه الجهة من سيق إلى سيبيريا ومكث فيها نحو من 30 عاما لا يستطيع أن يمسك بورقة مصحف فضلا عن كتاب علم، ثم عاد بعد ذلك إلى هذه الجهات وهو لا يزال يقرر عبارات التحفة في شرح المنهاج كأنما فارقها بالأمس. خاتيش بو تخنا هوق شواخل بوش بولش دشنا حيغر هوي بولش شي بيسم بوش بولش بقيش علم ناخي خاطر ديش شون حيغن حاض عبغن خل بوش بول إيديك ناخ تار هبا لينتيح سبر ماك دع بغيتين تيجاحا طي اتيخ شرا خنزام يقين شاش خنزام يقش دامن جوحا قرآن تحبتر كرلات اتو بوش قدرش دول جينش مديتر داتر مصو همنا خادا تيك شاش دعبغن شول دع يوخا شاش تبع كيتشي ويماخكع دوش خل داش دول شافعي مذهب داش دولش ابن حجر تحفة جيناخا يدزن قوتشوشا تن مغرش دعنيس بيش اهدش حب يحكم بوش بول علم نهبرقش. تعرفون ما معنى أن يحافظ الإنسان على حفظ كتاب الله تعالى وما يحفظ من الحديث ثم تقارير أهل العلم بتفاصيلها ودقائقها في الفقه ومسائل الاعتقاد وعلم الكلام وقواعد اللغة العربية وعلم المنطق،
يحافظ على هذا الإرث النبوي، على هذه الأمانة لمدة 30 سنة وهو لا يملك كتابا يراجعها فيه، معنى هذا أنه وهو في عذابات سيبيريا وما يصبح ويمسي عليه من مشقة العمل كان لسانه يلهج بتلاوة القرآن. معنى هذا أنه كان في كل يوم يستذكر ما يحفظ وما يعرف من العلوم ليحمل هذه الأمانة فلا تنقطع، ويستطيع أن يوصلها للجيل الذي بعده، وذلكم الجيل الذي أخذها عنهم هو الجيل الذي علم المشايخ الأفاضل الذين ترونهم أمامكم. أتصدقش سيبير ماك دبان زمان شوحة شيء جينيش صحدي سنقبلش سيجح كرداك جينيش دوتش أتصدقش أتصعلم شش عامين دشتل القرآن يخيو دقح ديوش عامين دشتل حديش يخ دقح ديوش أخ جينيش أخ جراماتيك جينيش إيش درجي لردر معن هدو خايشون سار تا لردينك ديل إلشان إرس دشون سار لردينك تو ديتين دشتل علم دشون تو تا لردينك يخشاش أباح كين شلت إيحا قي متعلمش قي أبين تان علم دحيخ يختار دحيخ تخيل بوش بولش علمنا تغن شو مخكع بيسين بولو تغن هوك شو خيل بوش بولو ليرمي بولش ديش ناخنا تان دحيخ إش قي بردوحا ديل إلشان إسدر شون سال لردين حدي أنك. وما أن انتهوا من هذا الابتلاء العظيم الذي قلما يثبت إنسان أمامه وبدأت أسارير الفرج تنفتح أمامهم حتى تعرضوا لابتلاء ثاني هو أقسى على القلب، لأنه ابتلاء هذه المرة من بني دينهم وملتهم وقبلتهم. سبير مخكر بال دع بال غير دع يال شو ديك ناخ شو قامت أدير زين شولت بره تو يال أشبيخ شولت شولت قيت حبال شبي إرشون إيهو بال برحون ألشي إبال شو باربعن هدر إلش شو دينح بوخ شو دينح بوش بولش ناخ شو قومه بوش بولش ناخ شو بي أنخيل بوش بول بال برئيس بق بال برهون وهذا الابتلاء هو وجود العقائد المنحرفة من التكفيريين الذين جاءوا ولم يكونوا قد عانوا ما عانى هؤلاء العلماء ولا صبروا على ما صبر عليه هؤلاء العلماء ولا عرفوا ما عرفه هؤلاء العلماء من ناشئة حفظوا آيات من القرآن وأحاديث من السنة لم يفقهوا معناها، فتوجهوا إلى أولئك الأكابر الذين ثبتوا في أيام المحن يتهمونهم بالكفر وبالشرك وبالابتداع بل ويستبيحون دماءهم. فكم من عالم وكم من مفت وكم من صالح قتل لا بأيدي الشيوعيين هذه المرة لكن بأيدي أناس يقولون مثله لا إله إلا الله غير أنهم لم يرعوا حرمة لا إله إلا الله. بقبال هو برحون ألش أشتن لا إله إلا الله أولش بصوب دينيح بولش بصوب ناها بولش لا إله إلا الله بولش دش حرمة دوزة تدوزين بوش بول تن ليرم تن حق تدوزين خيل بوش بولش ناخ تحت عقيدة آغور تيرقية مش نيس بوش قلب البولش شاش باتشان قشرنا شو كافر شدو شاش بيبوسو بداس بوخش تحتوب نشيح كأيحكن تعيه بالنخ تحكز بزيك آيات عامين تحت مغرش عامين تنا نيس قيتش بوش بقيري بالنش لين دالشن بالخل بوش بولش بالنش تح صبر ستوهن دبان خل بوش بول شو ديكنا ديل جرجرنا بقيري علمنا تار دوزن دوش دول علم دوز نقبوش تار نوزن والديل ووز نقوش تار توهن خيل دوش دول سصبر دي نقبوش تحت دي اسيا مهكر حق بيحكينا شو ديك خيل بوش بول وديكش ناخنا علم ناخنا تاق اشو كافر شغل شو بصوب تخيل لبوخش يقال رو صونا تير تي حانل ديش تير تي حانل درت مسني علم تقوينه مسني مفتي وينه تار مسني ديكس تقوينه تار اشتن لا إله إلا الله أولش باش بعضهم أتدش حرمة دوزن باترحون إيش. فمن سلم من بطش الشيوعية تناولته أيدي بطش أناس يقولون أنهم يخدمون راية التوحيد. كومونستي بالنخ تيرا سنغت مخ حلق بولخل باش بل شو ديك نخ بعضو بصوب دين بيرق حلقة يوشاش ال أوز بيرق تسرته أوز ديكش ناخخ كتو يخير تار ترقر أوز ووش ناخير بالقي تيرحون تارك
كم كان يجد هؤلاء العلماء من الألم، وهم الذين تحملوا أمانة العلم والدين ونصرة لا إله إلا الله في أشد وأصعب وأحلك الظروف، فإذا بهم يجدون أناسا من أهل الإسلام يرمونهم بالكفر ويشككون في دينهم، بل ويؤثرون على أبنائهم من شباب البلاد ليوهموهم بأن هؤلاء الذين لولاهم لما بقي هؤلاء مسلمين، لولا هؤلاء المشايخ لما بقي هؤلاء الشباب مسلمين، ثم يوهمونهم أن هؤلاء الذين حفظ لهم الله الإسلام على أيديهم هم خارج الإسلام. أي بلاء أشد من هذا؟ مقبال ما يق غير خلخر يق ما ستام خلخر بق أصدقش ناخن أسعيلم ناخن بحكا بحكين حق كيجيش ناخ دين تأرت حق ديكش ناخن هو ملدق أولش دينخ أربل بأولش إديك ناخ مبر ديل دين بحندرش سو بريخ الله إيش بحندرش دال بصب دين حق محكا ذردين بقيري بال نش لين أس ديل دشتح ديل تعور دشتح سو بريخ الحبي حكين باش بال ناخ مبر إيش بحكا بوغي حقارة شو دين احداث شو دين اخ دو لا دو اولي صار قصر شي تشين مج او لازم خلخر بوختير وابتلينا بمن يقنع أبناء هذه الجهات بأنهم سيعيدون الإسلام إلى هذه البلاد، وكأن الإسلام قد فقد، وكأن الدماء التي سالت للحفاظ على الإسلام لم تسل. وين قاش تخل باش بالبال دال ويزر أسكيجيشنا حق بحكينا إشو ديكنا دين تحت خلا أو شون كل يهني دين دعوة توردو دين بيرق يهني كرل يعقريو باش ترقيقا بيش مش أو لازم خلي يرختان أقبسوا بدينا محكر لتشين دعدي حنشتن هو محكر تخلشتن ديل دين بحندوش وديل جرجشنا عين عانين خل دوش دوتس إيش عينين دوتشتن هم درختار دويتوك، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إن مما أخشى عليكم رجل تعلم القرآن حتى ظهرت عليه بهجته. إذا إناخ ساردوش خلدشتال شمنخ ديل إلشنا صلى الله عليه وسلم مش حبيتين حخائتين تارغ لرور الويشي حديثة آل مألتو أقشي أمتا أقرج أو صوت أو شاء تنبتناخ تزلمة قوير شوك ملوحون ألجي إشتا قرآن عامة دينا قرآن ديشاء ديش نوشوال ساقوعون إتو قرآن ديشاء قرآن خزل تنتع قوشي ألج خينا بوخ. رجل قرأ القرآن، أخطأت قلت تعلم، رجل قرأ القرآن حتى ظهرت عليه بهجته، بمعنى أنه يكثر من التلاوة والتجويد ويحفظ لكنه لم يفهم ما في القرآن. أم بعض حديثة قرآن ديش تخل وشوال استكتوا ويت شورك إميلوهون ألج قرآن ديش نسوا دقه عامينا خلترلسوا يوه دقة ديش نأخر دتسو إز أم بعض هون قرآن قيتر دويتون حقا چندا سرحون. قال: ثم انسلخ من دينه فعمد إلى جاره يرميه بالشرك. يوخت أقا شي دينخ استق آرا وولي شي لولخو وچه ويدي شي لولخو چنك أولقتو أحدشت كرسنال دحون أولي. تأملوا هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم انسلخ، ليعلمنا أنه لا يتجرأ على رمي أهل لا إله إلا الله بالكفر والشرك إلا من انسلخ عن تعظيم حقيقة الإيمان. دينخ حق أستن دينخ آروال بوخش دول إلشن دشي لدوغيش بوخ لا إله إلا الله بوخش دول دوش تن حق دوزن يقولش خل بوش بولش ناخن تكفير دير مدات إكرستو إير مدات دينخشا آروال خل وشولش تجيبيه. لماذا انسلخ؟ لأن الذي يعظم لا إله إلا الله يعظم من يحملها فلا يشترئ عليه. دينخ آروال أربعا هدوتون هناك لا إله إلا الله بوش دول دش تن ليرن بش تن سيدش خل وشولش تجنا يكرستو ألا ميرلتون تؤريعتوني آلدق. قال في الحديث: فعمد إلى جاره يرميه بالشرك يريد قتله. شيلول خو وتشي ويد إذا أعديرك شرك دحون حديل تناقصت ويشوحون يهند أولتو يفيلا أنبش أولتو يفيلا أتون. نحن نحكم بالظاهر وليس لنا الحق أن نحكم على ما يريده الناس ولا على نياتهم ولا على ما في قلوبهم، لأن هذا غيب
والأدب مع الله يقتضي أن لا نحكم على نيات الناس، لكن عندما يأتي الكلام من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا ينطق إلا بالوحي، فمعنى هذا أن علينا أن نتوقف مع هذه الجملة. ويا ديقر هدهون ألشي دينو وين عامين دولوك تأخذ حقوش خيل دوشلوش حولس حكم دردق ما تأخذ نيخ حليل خيل دوشلوش هم ني حجين سير قميلي حجنا قل يردق دالا وين عامين دوشتول غلق ويديت لرد ديشتول غلق دوئز سيد دكتشو دوشتول نيتش وين سخا نيت خيتين ويدال خيتين دات سيد دكتشو دوشتول نيت حجن وين تقو اشتغل شي حكم ده اتو بات سوي ام بعضو نجح سنهم حدول شغل دوشتول قميال دالا قلوالرخ لربين خل وشوال بعدك بأول شوالو فيمرو إبوه شخلج صلى الله عليه وسلم أتقميلا ويلش صوت دي زويدا. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربط كما قلنا بين رمي المسلمين بالشرك والانسلاخ عن الدين، كما يربط بين رمي المسلمين بالشرك وإرادة قتل المسلمين. فيمر صلى الله عليه وسلم دوس تعنه تشدق زع بوصل بستجن تاقتون تكفر دين كرستو آلر يقصود إحا تون إفيلا أرني يقعها هوتش دو فيمر ديال السلام هيلتون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل يا رسول الله أيهما أولى به، يعني بتهمة الشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي بل الرامي بل الرامي. فيمر يخاتر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سرشنخ كفر دينك الشرك دينك ملو صوت اختام بولش إما تقول حقلك وتيش لول خو وتشوا وغن يأتون لول خو وتيه كفر اللي اختام بولش تحق ولش ألش بايمر قوز إيلر لول خو وتشوا وانا أد لول خو تون أعداش دك شرك دو أعداش دك كفر دو ألك وحون تونجر دوجنا كرسنال دو ألا اختام بولش ويك إيوحون إيلر توا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره إذا قال المسلم للمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، بمعنى أنك بعد أن تكفر المسلم لا يوجد هناك حياد، إما أن يكون من كفرته بالفعل كافر أو تصبح أنت الكافر. فأمر قال صلى الله عليه وسلم بوصل بستجيك حكافر وألشي سرشنا تصح على كافر خليه يشوحون تيجا دوش دل معن هدو كافر وألخل وشوال استجا كافر واتح وش ألشيم كافر خير ورئي وش أزبوس بتجن كافر وآله يكفر الحون إدوش دهون يغنيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في 6 مواضع إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. فيمر قال صلى الله عليه وسلم بخاري دالين دشتوش حديثة يلغم يتع يلغني قص دالين دشتور حديث دتسو إذا فيمر إلر شيلت إحا الشرك درنا أجدالت ناقص درنا كفر الدرن تقوير شا. في إحدى روايات البخاري يقول إني والله لا أخاف أن تشركوا بعدي. بخاري دالين دشتوش تحنيق حديثة إحا دويبوش قال بوه فيمر ديال سلم خلصن بق الله شا والله تقوير شا شيلت إحا الشرك درنا. إذا كان الذي بعثه الله بالتوحيد وأنزل عليه القرآن يقول إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، أياتي شخص يريد أن يقنعنا ويفهمنا أنه أحرص على التوحيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشريعة دال شيك دوسين والقرآن دال شيك دوسين وشوال محمد بيهمر ديل تعورنت إح أدميجا ديل تعويتلوش إسن سترت إخ تأخي لا ووش تنسل لإن دات أدمو ديل تعوى تنسل لاج وتيت أخ تعواوي أنا ويجا ديل تعوي بوش أشدشتك شرك دبوش قيقا بيشويك. لكن يا رسول الله من ماذا تخاف علينا؟ قلت لا تخاف علينا من الشرك وأقسمت على ذلك، فمما تخاف علينا؟ هاي ديل إلج أعدوي بإن خلج حد عوال شلت إحا أو شرك درن حد سقير إل أو كرستل در حد سقير إل تقميتشم نقير شغلتي وميتشم من خلتي حسين قتم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. بعض شاقير شوقشن شي بوش بلسين قتم شحق حبهون ألشي شنا دنيا النعمة تشد عديلر كما فتحت على من كان قبلكم. حالا دعبان خيل بوش بلشارنا الدنيا عديلر يتر فتنافسوها كما تنافسوها. أقتار الدنيا قيسر يتر أش دنيا قيسر نقير خشاه.
فتهلككم كما أهلكتهم. أز دنيا النعمة شو هلك در نقوي ورقشا شال حال دبانش هلك بريتير. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم علينا ما أباحه الله من النعم؟ حاشا لله. هل معنى هذا أن النبي لا يريدنا أن نتمتع بالأمور التي أباحها الله في الدنيا؟ أبدا، هو الذي شرع لنا جواز التمتع بالحلال منها. شنو هلوش دريق ديل إلش دنيا النعمة شوين حارم ده غير شوتي ال ده شني إشت فايمر شام وين دنيا النعمة تشت حانل دينك وين حانل ديش حبي أنك موئز. ولكنه يحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن تحل ظلمة تعظيم الدنيا في القلوب فتضعف نور لا إله إلا الله في قلوبنا، تضعف تعظيم لا إله إلا الله في قلوبنا. فإذا حصل هذا أصبح السعي في الرزق وأخذ الدنيا صراعا، تنافسا وصراع، فيؤدي إلى الهلاك. هذا الذي حذرنا منه النبي وليس الشرك. فيمر صلى الله عليه وسلم ويقول له قال لك ودعون سنسنجت مخلك ودعون دنيا حق أهلشي دنيا النعمة تش ملخبوه هكذا عنيز يقيلنا كده وتسوي الشيخ لرلو قال لك ودعون أهلشي دنيا دي زربودة حدق شوحة أخذل ستح لا إله إلا الله بوشتل دشلا إدي الشلا حدنيا دي زر سودة لا أغلحة تأقتو هدعون أهلشي سو الدنيا دي زرع أدمش شاشة تولغ الغرج دهني قاع تولغ الغرج غيرش قاع شاشة تولغ الغرج قوسم اتسح تأقت عبو الله هون فيامر صلى الله عليه وسلم الشركة أجديد وأتقوير شا أسكي بر دق شوح دنيا دي زر آخر تل تولا تولن شو هلا كلن قوير شا. لا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر وسبب الخلود في النار والعياذ بالله، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن من دخل في قلبه نور لا إله إلا الله لا يمكن أن يشرك بالله. ديل سنا واستور شركم دقيش قنه أوجر ده قمدو إز أت شرك تاع أت كفر اللي تاع يلك دائما جوز غتشوحة وجر وش صار ويروش أم بعضه فيمر هون ثقيل حون ألجي ويشرك درنا لا إله إلا الله باش ديش نور دقشو ديجن خيل وش واستجت وتصود على الشرك دير مدات. ولكنه حذرنا من أن تمتلئ قلوبنا بحب الدنيا. الله أذن لنا أن تكون الدنيا في أيدينا، لكنه نبهنا إلى أن تكون قلوبنا له سبحانه وتعالى. فيامر صلى الله عليه وسلم وين تستخل باش بالقيرم سوينين خلوش سمو ميتشو من أعيرون ألشي دنيا دي زرق دقنش دزن سخلر دنيا دي زرق دقنش دزن سخلر دنيا كيوك شكرع خلر دق شو دوش دول مصوهما ديل دولش، لأن ما حل في قلبك ملكك تملكك، فإن حل في قلبك نور الإيمان بالله تملكك هذا الإيمان وعشت أنوار العبودية فتحررت من أن يتملكك شيء غير الله. لكن إن دخلت الدنيا إلى قلبك تملكتك الدنيا فصرت عبدا للدنيا وخادما لها. وفي الحديث القدسي يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. حدق شو ديجي نخيل داش دلهما توحو شي كيك الوال وهون حدق انصحهم ديز ديلشي حوتهم اللي يخل شو حون تاق حونا إيمان نور ديل تعور دوش حدق شو ديجاحة تنخ دولش خير دوشتال ددقي بركة خير دوحون ديل ويزر خير دوحون ديق ميل دي خير دوحون وأما حدق شو دنيا ديجاحة توحو هلا كبير وحون تاق قدسي دوش حديث عدينا دالا دنيا قالك هاي دنيا أق تخلق نجا تخدوا حق حقجا حصن متأخلها حصن داتها نجا حسنا تخدوا حق دوش دنيا لخش خلقة إيوات في أحل دا دنيا نقل بخ. الله. لهذا فالمعنى الخاص الذي كنا نتكلم عنه في بداية الحديث هو أن تتذكروا الثمن الذي دفعه أسلافكم حتى يولد أحدكم وهو يقول لا إله إلا الله، فلا تنسوا ذلك حتى لا تخف في قلوبكم معاني الاستشعار لعظمة لا إله إلا الله فيذهب والعياذ بالله وهج أنوارها من القلوب. أخويتان دين خل داش دولش قمي لها قستن شتس هوت ديل دول قيچرت هوت ديل لا دوش خو كربوش بولشو بوسوب ناخق أستن داش دول تنت إدرزين داش دول معن هدروان ألش
شو دعبان خيل بوش بول ديكناخ تار حقن خيل داش تلقى تارش تيل دين لردر دعا لا إله إلا الله بوش دوش لردر دعا تار عانين داش إيش ديت سديش إدوش شق آلي تردوحة أستيح شقي تردوحة إيش بيت سبر تار حق داش تلقى ديت سدر ما عنده شونت إدير زينك أشتاق إديستين تار حق داش تلقى ديت دينا شق حقات شخيل داش دول إيش تنيع شون حقات إز متاحة تون أتدشن بيركة دور دشون داق. هذا الاستشعار والتذوق لأنوار لا إله إلا الله يحميكم ويحمينا من أن نكون عبيدا للدنيا. أقا لا إله إلا الله بوش أتدش معن أتدكش ناخر حقا تشقدرش تسير قنح يقام أتدش معنا شنج أغدي الله خاحة تنها بيركة تردو إما عن أجدستنا أتدش نور بيركة ديستا حتى أخوخر دشون ألشي دير دنيا ليش خل دعور مدوي. فإنه صلى الله عليه وسلم عندما بشرنا بأن الشرك الأكبر المخرج عن الملة لن يعود إلينا هو أيضا حذرنا من الشرك الأصغر الخفي الذي لا يخرج عن الإسلام لكنه يحصل في الباطن من الرياء والعجب، ومن ذلك حب الدنيا الذي يجعل الإنسان عبدا للدنيا أكثر من عبادته لله تعالى. فيمر صلى الله عليه وسلم ويقبقن خيلشي دقه داش دار شرك شنوق آخر ذات ألشي أم قي سموينهون سوين قيرم تسنهون سو جيم داش دار شرك شنوق آخر دهون أل يهودر هون ألشي شاش يخستق وقوش خلر رياء ترخز منهم ليلدر أتون دي أخدقهم با دنيا ديزر بوشتل هما إيوين يقع مخليت أل فيمر صلى الله عليه وسلم وين تستخل بش والقيرم برهون. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أقبيمر صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار دنيا دهنية دتي دشيد تعيس إيش معناته؟ تعس أي شقي. نعم دا أزويلي قصيص دا أزويلي هم بو دنيا دهني دشي دتي ليوي إز دا أزويلي هون سيسس خلي هون إز ألا عبد الدرهم يعني عبد المال. عبد المال دنيا دهني أنت أحوالشون لا يخل الوش ولا استقوي إذا دا أزويلي هون بو يوم دعلي تيجي دعلي تشيوش. تعس وانتكس كلما أراد أن يرتقي يسقط. أقا قلت له دنيا دهني بعندرش لقوال وشخل وش واستق دنيا لا يخل إدعمل ويد نسا عنكرني يحجوا هون إستن سيدا وهون سن. وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش. نجع سنة كوك نجع سنة كوك القاصل دو داعي قاصل حداقهم كرر ما ياتسن. في هذا إشارة إلى أنه في خطواته سيتعثر ولن يجد ما ينقذه من هذا التعثر. أقا نوقع ويدش تن إشارة هدوء حديث شو عدشتل معا نوقع ويدش ولوش يتن نوقع دنيا لوخش ويدش دائما شو حي يتسوي الله وحقي تربوه معا دهونتن دنيا لوخش إميل وضع هلا كربوه معا دهونتن نعتن كوغا ناق أحصل دوضع يحدق أتو خرباته نسوى الأتو خرباته. والبعض يأتي ليلبس على الشباب فيذكر لهم حديثا قال فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى أصنام. تحبولو كيجي نهباغ بوغي تار أول باخ قيمة دغتر مدى تسعون حديث أنا قيمة دغتر مدى تسعون اللات والعزى بوش خل وشولو كرسنا شاقر بنخل بوشبال ديل نشنا عبادة دللتها حديث دالدوي نيو أول نشكيق وحبوغ باخ. يقولون الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم فكيف تقولون لن يعود الشرك؟ حديث بوخبوش مدو مسلم إمام دالين دوش دل بوخبوش أن حديث مدو إز أشتاق موخ أول شرك خردات شن يقع أتشن عبادة دلز قيمة تغتر داس مبوه بايهمر. قلنا وهل تتوقع أن يناقض كلام النبي نفسه؟ حون خيت بايهمر تسع على يوختون دوحا قنقتو إيردو أل صلى الله عليه وآله وسلم.
لكن الذين يروون لك هذا الحديث غشوك فلم يكملوا الحديث. حديث حون دوش باش بوي سارو عيخي نهم باق قوتش شخص دقنا ساري حديث. تكملة الحديث أن السيدة الصديقة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها استغربت لأنها سمعت أنه يقول لن يعود الشرك. قالت يا رسول الله كنت أظن أن الأمر قد تم، يعني خلاص لن نعود إلى الأصنام. حديث شقي نعمود لا تعزى شين تار ينخل وشوالشين دينا عبادة دللته قيمة دغاتر داس آلشي أبو بكر الصديق وينان يشوج عائشة سئلير بوغ إز يا رسول الله إمود تيا شينا ما بولخ قوتش خلد عبال شرك دوهن عدال ما موتر. فوضح لها بأن الله قد أتم الدين. قال ولكن في آخر الزمان تهب ريح طيبة تقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيا مرت أقبل قال دير عائشة معا دين قوتش خلد دلعون بعضو آخر زمان قحا تخز بركتي مخ قربحون أسمخو شيء دكتوع إيمان دقة الرقي قلخو روحون. فيبقى أقوام لا خلاق لهم لا دين. دين دوج تحناه بوها بسر بحون بسم ناه دعبيوج. فيلحقون بعبادة الأصنام. جعشت عبادة تدحو تربقش. هذا منطوق النص، مفهوم النص إذا جمعناه على الحديث الآخر إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، معنى هذا أنه قبل هبوب الريح الطيبة لا يكون شرك، ثم إذا هبت الريح الطيبة هذه بعد العلامات الكبرى، بعد خروج الإمام المهدي وخروج الدجال ونزول سيدنا عيسى، بقية العلامات الكبرى للساعة بعد ظهورها يموت كل أهل الإيمان فيبقى أقوام لا خلاق لهم يعودون لعبادة الأصنام. أما قبل هذا لا يوجد شرك عند المسلمين. فأمر آلش دير السلام خلصوا الشلط إحا الشرك دان سقيور شاء آلشي يخشولش حديث إحا أقاتوا قيمة دغات تردات عز لا تعزى أو تشين نا شيء يقوى قن خلوش والتشين ديران عبادة دلت آلشي دوح عن معن تقع دنيدات عايشة تنسو دلخل دشتل جوب إحا تأخل حقوش قيقن دشتل معن دو إذا أقا مخ قلت بسمنا قلخلت شرك كردات بسمنا قلخن شوتا بسمنا دعبيل شوتا تأق إناخا وجعش عبادتي بيرزربال إيش نشاحة المدويس. والسؤال هنا هؤلاء الذين يقولون أنهم يخافون على عقيدتنا وعلى التوحيد لماذا لم يذكروا الرواية هذه التي فيها هذا التفصيل؟ أقا وين سجد تشغل بشبل إناه بوي بوه وين خاقو بيش بش مرش وين عقيدتنا وين ديلق تيشرنا وين إيمانك أو سجد تيش وين نزدغر شقوي شغل بشبل ناخ تسارة شاش دليل شداخ كوش دائما شو أبيمر أمة يقع شرك خردو مخ حق لي شرك خردو بوش صار دليل شدالوش قهوي شليل إيشه وين هر يالوش رواية هر حديث دوي مخ حق شلت إحبي عبادة دير ذات جعرش أله يحدث هون سدال ده ساردك. لهذا نقول لكم بالمعنى الخاص تعظيمكم لا إله إلا الله يقتضي أن يحفظ كل منكم لا إله إلا الله في قلب أخيه. أقا قاستن خل دشدل معن دو وشو حق عدويش دشدلو لا إله إلا الله بوخ دوش دك شو دجنا وشو بوسوبستك تو هدا ديش دون تون هدي يقردو ألشي ووخ بوسوبستك دش واحد دشدل لا إله إلا الله ليرم بردق يبوسوا البوحشة عدوي تردق تنا كست وأسغرج. ومن هذا الحق أن يعصم دم القائل لا إله إلا الله فلا يتأتى ولا يجوز أن يعتدى على حياته. فالحفاظ على الحياة من الكليات الخمس في ديننا ما لم يحمل السلاح على أهل بلده، ما لم يحمل السلاح على دولته على شعبه. هذا حمل السلاح يكون في الخوارج إذا كفر الناس، لكن من لم يحمل السلاح ينبغي أن يعصم دمه. تاقتون ديلا لا إله إلا الله بوش دش حق هدوشون ألشي إولش خيل وشوال استجتسي لردردق تنسي حارم خلردق تن حرمة لردردق إولش خيل وشوال استجا تنا تي حانل ده مجردات صن هند ألشي دال هربوسو بدين درجية بخهم لردش دايتين دو دين لردش دايت نادو تن دغ لردش دايت نادو أدمي سلردش دايت نادو تن ديل إسا لردر أقبوسو بدين كرت خلوا شوج عالشون عالشو يؤز بعضو بوسم ناهن تكفير ديش صبي بوسم باواش شو كرست دوبوش بوسم ناهن جرزة ثانية بتش علقن قوما بوسم ناهن جرز إز دحل والغلوش واستقوي وي محكه دحل بالخلش سنش بقو بيوش بشه ترس تنبر إذا شريعة حق دبوخ.
إذا كفر وحمل السلاح، أما من لم يحمل السلاح فلا سبيل إلى قتله. أق نجح سنة تكفير دنا وتكفير ثانية جرس يتبصم ناخن دوحل ولي إز جرس بصم ناخن دوحل أي درب حندرش تون دوحل جرس أي دبقوي بو جرس أي دلت أي دبقويات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من أن تزهق نفس بغير حق. دال جرجح ألق يلشنا صلى الله عليه وسلم درجة دنيا عدالر ديما دوق تحبوا صوبستجا سدع دول شو بيحكي بوش. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الرجل في سعة من دينه ما لم يصب دما. فيامر الله صلى الله عليه وسلم بصوب استكشي دنيح برات خير موئز إيمان شو عوسر موئزة حارم دش دوتسي حانل دينتو عان سدح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة يشخب دما أي ينزف ويقول يا ربي، يشخب دما فيأخذ بتلابيب قاتله، يأخذ به هكذا، فيأخذ بتلابيب قاتله ويقول يا ربي خذ لي بحقي من هذا، لماذا قتلني؟ بيحك بوش وين خلوش والبوصل بستقان دودرش قيمة ديناحة وشي شمت إروحين شتيدوش محشري وور موئزة شا بيحك بوش وين خلوش واستقى قاش مشتير حلوش خلوش تأوز وش واستقسن تأوزينه هاي وزخل والديل حقو بيحك بوش وين عون شا قنقرشين شير يتح ألا ديلي قوي قرويس. فيقول القاتل يا ربي أمرني فلان، هذا أعطى فتوى أن هؤلاء كفار اقتلوهم أو حاكم ظالم أيا كان، يا ربي أمرني فلان. أقص كيك بيحكي والشو إيردو بوهق يا رب هاي وزن ديل تحن حيني خو أمر دنيا هون شيء ويقال. يفتي خلاص اقتلوا فلان، أمير جماعة يعطي أمر اقتلوا فلان، أو حاكم ظالم يقول اقتلوا فلان، وهو يا ربي أمرني فلان. مصلات عن جماعة تفهت أمير ويس على الظلمي وشوال بتشعو سؤال بو ولا حد إدونك ويزعن أوليه إشتا تدينا دعوي تربوت أتو قال هون شيء ويقال. طيب خلاص أمرني فلان، يصبح الإثم على الذي أمر وأنت لا تحاسب؟ ديك دوت حوجم تعم في الأمر دينائز قاتون خردو حون قاسهولش حوجر برتسخاتش. يقول الله سبحانه وتعالى أو يأمر الله تعالى بهما فيسحبان على وجهيهما إلى النار. ده الأمر ديردو يحتح شيء على تقينا ورشة جوج غتشقوس شيء يتحني الأمر دينك إكيو جربوخ شيء جربالك. هذا مرة أخرى في الأمر الخاص ببلادكم. هرا ويديوش خيل دشتل معنى أستن شو مقع دشتل شو هم حول توتل معن دهون. وإن كان هذا البلاء الأخير المتعلق بالقتل بغير وجه حق قد انتشر أيضا في بلادنا. أقا شو مقع خيل عدل خيل دشتل هم بصمنا خن دوح الجرش أي وش بصمنا خن تكفير ديش وين أقا وابيش حابة كين سالين خيل وش الخارتوا حومه كرد عيال شوت شيء ما عرب ما هينز درج نشنيس. بقي المعنى العام من تعظيم لا إله إلا الله، معرفة قيمة لا إله إلا الله وكيف وصلت إلينا بسهولة. هنت مس شو خوت لا دوش مس بصم ناخنا خوت الخير دوش معن حقتي دوي يهودهون ألش لا إله إلا الله بوردش تنليرن بر إدوش ويك حقاچر مش خل قاچ نويس. وهو المعنى الأعظم والأجل والأكرم والأقدس. إذا أقر دق دوش دول سيلاح دوش دول صوت لير مي دوش دول ما عندوشون إز. وهو ما قدمه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصل إلينا وإليكم أنوار لا إله إلا الله. يهو ما عندهون إلش نو صلى الله عليه وسلم شي داخل حا تو لين دوش دول هم درق إزبوه لا إله إلا الله شقح تنور حقاشي تردح. أنت لم تولد وأمك تسمعك لا إله إلا الله وأبوك يؤذن في يمناك ويقيم الصلاة في يسراك بدون أن تقدم تضحيات. حاجة عم بوه حدنا نشوالي حداس نانس حلرح لا إله إلا الله بوش دوش مغزي تحون حلرح مولا القيقش قامت يش حون تسعى خلو خل شيوش إدوش حلرح حخز وش مدو. من أجل أن تقول أنت لا إله إلا الله ضرب صلى الله عليه وآله وسلم. هيستق لا إله إلا الله حق آليته ديل إلشن يتنحون ناخ
شين يتي تنقطو إدوش حوق آلي تردوح ورمي بالحجارة بأبي وأمي حتى أدمي عقباه الشريفين. ديل إلج صلى الله عليه وسلم تلقش دي تنقعون تن لخر كوكش تسي واحد ودللت حوق إدوش آلي تردوح إلي نقطوه من أجل أن تقول أنت لا إله إلا الله كم من حجرة صكت قدمه الشريف حتى انفجر الدم منها. مثلا تقتيهر ديل إلج صلى الله عليه وسلم سين كوك تسي واحد لش درش إلي نيرحون سوا إبرق بال لا إله إلا الله داس ارتيح آل. تأمل معي فقط موقف من مواقف كثيرة حصلت له صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى لا إله إلا الله فطردوه. تحق بيغمر صلى الله عليه وسلم سنت اهتن باشتول بالنش يقع سنت اهتن خيل داشتول دقة داشتول حيل شقرة تحن حولت تحن متقت قويل يوي يطائفي وغنج زامن شو احترق لا إله إلا الله آليش آل تار تلقش ديتين داشتول حالتن. فلما خرج وقف سفهاؤهم صفين حواليه يحيطون به وهو يمشي. بيغمر صلى الله عليه وسلم طائف يروش زامن شو تسير طائف أهل نخه عود الخيل بوش بالصون تخيل بوش بالنخ شمغ بين ديح سيحة دعوة نيرهون إيش هذا يضربه سيحة والشو بيهمرن تو هرهون وهذا يلكمه وقو بيتو هرهون بيهمرن وهذا يرميه بالحجر وقو توكتو هرهون بيهمرن حتى أجهده التعب فجثى على ركبتيه. تار يتن تار تلقش تتغلو الإلج صلى الله عليه وسلم قروج نيرهون فأقاموه ودفعوه هكذا يخلا غتنا اشتعت ترحون تار إز وأخذوا يضربونه ويرمونه. يخو توغش يخو وحقوسش ومعه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن يتلقى الإحجار عن رسول الله ويرفع يده وهكذا يتلقاها بجسمه حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شج وسال الدم منه. تنس حارثة كان زيد ورهون إلش نوقين خيل وشول إلشان خلش دش دول زي تون تار توخر تون إبيتش خيل بوش بول تلقشنا شي ديغ شي كوك تون دوحال ديتش إدرقي لزر شين حقيز غيرتش قيحق نورهون إزبوغ كرتا خماقتا تون أقا تي واحد والديرهون حتى خرج من الطائف فألجأه التعب إلى حائط بستان اتكأ عليه صلى الله عليه وسلم من شدة التعب. ويهمر صلى الله عليه وسلم طائف أرويل تسعة كم سي بيش قاتشير إز وترج أو غير ولا قد ولا أز بيشها دعت عن واخ إرئيس ووجه شكواه إلى الله. شي بالت أقديلي دعبير زير ختوه. تأملوا ماذا قال. ويليش تاق ولا توسجح. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. هاي وزخل والديل سي غيلل حوق يلغ يقأس سي نتسخل حوق دلغ دقأس. وقلة حيلتي. شي أصناخن يقع ليلو ديش خل دوش دول حل تاق شي غور كزي خلر دلغ دقشا حوق. وهواني على الناس. ناخن جرجح مسيسز خلق شاهي وزن ديل. أيها هوان أكلمكم عمن السماوات والأرض كلها في خدمته. مسيسز اللق إز تسيقلنا اشكع ميل دوش دول عالم درجي فيمر خدمته لحش مدر. تأملوا لم يشكوا الكفار الذين آذوه. ويليش بوه شين ستان بين شاسيس زوين شين يتن خل بوش بول حتى طائفير كرسنا ايش سبل خير خصو ديليه حتى عندما استهانوا به وهو عند الله عظيم لم يقل أشكو إليك إهانتهم لي أو استهانتهم بي. صار شاسيس زور دل جرجع شاسيل حول شيء حوزن ديل شاسيس زوق صار ألا ايش كان ودك دوخش ديليه ايش بلغ سبيرهم تسوا. عندما قال هواني أشكو إليك ضعف قوتي قلة حيلتي هواني شكا إلى الله شيء ينسبه إلى ذاته الشريفة. فيمر صلى الله عليه وسلم أسمتعش بال ديليتو بالخوش زامن شوحة شي توتل لشتل حل درحون سو ديلي دلخينك شي غور تسخلر شي قاع نت تسخلر ناخن جرجع شاسيسز خلر تقوخش إلى أن أكمل دعاءه الشريف فإذا بالسماء تهتز. فيمر صلى الله عليه وسلم
دع قوش الموالنيحة استقلناش يجي لرهون توهي لرهون وإذا بجبريل الأمين ينزل سيلح دش دل جبرائيل ملك لهت دوسرهون ويقول يا رسول الله إن ملك الجبال معي يستأذنك في أن يطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة الذين آذوه فأخرجوه. الأخشبان جبلان في مكة، أطبق عليهم الأخشبين يعني أهلكهم لأنهم آذوك. جبرائيل ملك وإيلر هي محمد صلى الله عليه وسلم لم نشتهوتين دال دايتين دش دل ملك دهون هون لأحا إشيلا موشة أنا هون ستان بين خل بشبالنا هلك بيبوخون. لكن الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم قال كلا فإني أرجو أن يخرج الله من أعقابهم من ينصر هذا الدين. فيمر إيلر صلى الله عليه وسلم دال وين سوغت بين دزن ديل خل دش دل ديل نعمة قوتش بشبال ديل قيتن برئيس دال عالما بأيتن بشبال ها شين ديزك إش هلك بردات هون شاسة يشتك سيرت أحينا هوالا إيمان أهل قئر داتستيه ألستيش وشاء. بتحمله هذا خرج من أصلابهم من نصر الدين، وفيهم من وصل إلى بلاد ما وراء النهر ففتح طاشكند وما وراءها حتى وصل الإسلام إليكم. أبناء الذين آذوه وضربوه صلى الله عليه وسلم تحمل هذا حتى يأتي من أبنائهم من يوصل إليكم كلمة لا إله إلا الله. فيمر صلى الله عليه وسلم إبالت ولارن بحال دش أزبالين تاح إسوبري خلر بحن دلش دالة قيل حون بوخ فيمر سيسا زون خل بوش بوش نيخ تحيا نخ الدين لردش دين غنشي بوش بول نخ قيل حون بو تارخ تحبر شو محكا قيشير حون بخارا محكا آزي قيشير حون ديل تعور ناخن دعدو زيج. وتحمل حتى تصل إلينا لا إله إلا الله. خنق صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، وضعت القاذورات سل الناقة أي الوسخ الذي يخرج عند ولادتها وضع على عاتقه الشريف وهو ساجد في صحن الكعبة. فيمر صلى الله عليه وسلم بالي نشن إسوبري خلشن سنم صدق دي نشن لقش عيد نشن سن هردين لرديش امكل دونن تشيولش دائما شحتن حقاش تخل وشوال دوزل خوتشن شو كونش يبيوخل يحيا فيمر كرت اديته اشتئت نشن. عذب أصحابه تن أصحاب شنا عازب دي نشن. نظر بعينيه إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم يعذبون ويقتلون ويتحملون حتى يوصلوا إلينا لا إله إلا الله. فيمر حجر هون شيء أصحابي بعره دين ماستخش تان عازب تج زامن شوح إعازب تار لوش زامن شوح تارك حوش عشرون إدريجي يقولش هون لين يرساري عازب لا إله إلا الله بوش دوش شقوي قص حقاش دردح. وصلت إلينا لا إله إلا الله حتى تصل إلينا لا إله إلا الله. سحب سيدنا بلال رضي الله عنه على حصباء مكة في شدة حرها حتى انسلخ جلده وظهر شحم جلد ظهره من جلده. لا إله إلا الله بوش دوشك حقاچي تردح سيلا خيل وشول إلشن مؤذن بلال الله توحا ويلين تقولكش تاح يوخ دوخش دينح بوخش بچو بوخ مالخ بولش دينح تن بوت إيرة چورة دعدالة ديلخ جيجيج موح قوشا يولش أتصل بالي نحون تو إدوشك حقاچيت. وضع سيدنا خبيب على الكير الذي يوقد للحدادة حتى أطفأ الجمرة ذوبان شحم ظهره رضي الله تعالى عنه. خبيب يوغش خلوش تسريق إيرة كورتن بوت إقبلنا أقاتن بوت إير واحد دولش خل دوشتل دهت دوي إذا دقدر قون صباح واجي نيرهون إزبا إدوشك حقاچي در دوحتو لين باش بالبال برهون إز. سيدتنا سمية رضي الله عنها ضربت بالرمح بين رجليها حتى لقيت الله شهيدا وزوجها ياسر خنق حتى قتل. سمية ديل ريس خلتن غاز وتعديق الخيرون إز هخشي ديا يقية تنا مقتوهنا ديل نوع عقل خلهون إز سنتين دا ياسين سنتين دا ياسر إذا صدق دلوير هون سار إيه دوش شجع حقاچي تردح لين بال برهون سار شمئين. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة وكان من أحب الناس إليه وقد قتل وبقرت بطنه وليكت كبده وسملت عيناه وجدع أنفه وقطعت أذناه. فيهمر صلى الله عليه وسلم صوت اوش اوغر دقويش خل وش ناهاني وقع حمزة وين وش وحول لنسون حجرون إز مرخادين حباقين برحون برقش باخن برحون سن لرقش تير حدا درحون سن شوكو حياة إن يرحون سن دوخين درحون سن.
حتى يصل إلينا نور لا إله إلا الله. ربط أصحابه رضي الله عنهم الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. فيمر أصحاب لا إله إلا الله بودش نرويك حقا تشيدر دعا او مثلي مثل تير دعا شيء قينت طلق بيحكر قونسار مثل تيش. ولما اشتد عليهم الجوع جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم يشتكون، وكشفوا عن بطونهم وقد أخمصت، أصبحت ملتصقة بظهورهم، وقد ربطوا على بطونهم الحجر ليضغطوا على المعدة فيسكن ألم الجوع. فيمر أصحاب ديل سلام غلوي إلشنت إباحكن زامن شوح شيقع يشل مثل ليبال بل هو مثل سسوش مثل تيش شي قيت إب أقا تلقش ديك كنير سار يتلقش صوت أحجوات إديه كنت أتعان بقى دحوة درحون سير. فلما كشفوا عن بطونهم لرسول الله تبسم صلى الله عليه وآله وسلم. أق سار شيء بدر حلا وزن شيء قيت إبيحكن بوش بول تلق ديري ألشان دقيتن هلق سار ديري ألش ويل قجر بوت أق. نفسي فداء لتلك البسمة. سديغ مخين خليلق تون حلخر لويلق أت ويل خزق إجد خلوش والش إلشان حلخر. وكشف عن بطنه الشريفة. شيء قيد عقيت يرخبايا مرديل سلم خلصن سيلا حضرش دول. فإذا به يربط حجرين على بطنه. يلت أصحاب تحطوا به كان خلاح يلتشنو شيء تلق برهون مثلين. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يتحدث الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الرواية، يعني يستنكرون كيف يروي أحاديث كثيرة متى حفظها. أبو هريرة دوز ديل ريز خلصن حديث يا بعض أصحاب النحبو أبو هريرة دخ ديسنا حديث بوشتون إكرالون شيش. يقول سيدنا أبو هريرة: وإن كنت قد حبست نفسي على رسول الله حتى أحفظ منه حديثه، وإنه كان يمر علي اليوم واليومان والثلاثة لا يدخل جوفي طعام. أبو هريرة شيديغ سسدي أشخلقتو ديل إلشنير صلى الله عليه وسلم تحدث حقيقة سردوحة بعضهم تحدث شيء قد دولارهم بو أبو هريرة شكير سحهم سدويتش. وإن أحدهم كان ينظر إلي وأنا أتقلب في المسجد من الجوع وكأن بي مس من الجن. أبو هريرة مردك تشوح إلشنير حديث علم حديث حقيقة وانا أول شيء مثل صوت إخش أغلوية مثل اللي عندهم دوش مردك تشوحا شاكرتش كور سان بو تحبوا شان موترهم بو شيخ جيني حو حقي الله. وإني كنت أقف مع عمر أسأله المسألة أنا أعلم بها منه، رجاء أن يدعوني إلى بيته فيطعمني شيئا أسد به جوعتي، فلا أجد عند عمر ما يأكل. شا عمر يك تخطر دور شا تنقدش غير دوش دول خطر تن معن تنشل ديك خوش والشيحة عمر يك خطر دور أس عمر سه حولوه أبو هريرة هم قالوا لرويشم شا وجه ولح ألتو شقر خرواسرتي أولي ستوسي خطر شا أم بعض عمر وجه حياة رقي لهم. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته ذات يوم فوجد سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فيمر ساندينا ظهر وحرارة، ما أخرجك يا أبا بكر؟ دل خينا دل إلش أروال ليرشو دوخ در إز أبو بكر وين يرسون أروال أز دوخ دينا فيمر وخاتر صلى الله عليه وسلم خلا ليلي هو دوخ دينا أروال ال. فقال: يا رسول الله أخرجني الجوع. أبو بكر سئل: يا رسول الله مثل وأروح قنقشاه. وإذا بسيدنا عمر: أخرجني الجوع. وإيل وشل عمر تبي أرحون سوء لرحون مثل وأروح قنشال. فقال: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. شيء دا كرع دوشولش شيء سكرع دوشولش ديله ضيبو شائلر إلشن وديل سلم خيلتن والله شام وشن شش أروح قنشو أروح قن مثل وأروح قنم شاوشن. أخذهما إلى أحد الأنصار، دعا رسول الله إلى الطعام في بستانه، فلما رأى رسول الله فرح وذبح شاة وشواها وقدمها إلى رسول الله وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر ليأكل منها. فيمر صلى الله عليه وسلم عن أصحاب وشي بيجر إشي سوى ضغط سمع ده الحاشل دين بحجين قرزين قيحكين تيبان جيجكش دائر تارن. فلما أكل التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وقال: يا أبا بكر ويا عمر، إن هذه الأكلة من النعيم الذي ستسألان عنه يوم القيامة ولا تسألن يومئذ عن النعيم.
فيمر شيء أمين بلشوت إلرتو أبو بكر عمر حجن شنا وستيه هر ده أردق هر نعمة قان دودش قيمتين ها تنخ دال جب دو هردش قرآن آية حق دارين إلرتو أز دينا ها شون دلخل دش دول شون نعمتك جب خاطر مدشق قال. هل تتوقعون أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عاجزا عن اكتساب المال أو أبو بكر أو عمر؟ حاشا. شون مهتيح فيمر صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر رزق داق أتو بوش بغبة أتو بوش إش خله. عرض عليه جبل أحد أن يكون له ذهبا فأبى صلى الله عليه وسلم زهدا في الدنيا. أحد لام حون لا حيديل إلش دشوا بين دهوة تربحون ألا ملك وشي إلش دنيا بقتو هنا يحقي ترحون إلش إتسديش. وقال يوما آكل فيه فأحمد الله ويوم أجوع فيه فأتذكر الفقراء. فيمر إلر صلى الله عليه وسلم سحن دينا دأر دؤر دشا دال خاستن بيش ووق دينا مسعير وقشا غير مسكنا دقبح كيت. سيدنا أبو بكر هذا الذي خرج في شدة الحر وقت الظهيرة يبحث عن طعام كان من كبار تجار مكة. دل خيناحة مثل دهم دوش آرو الخلوشو أبو بكر بقيش سودي قرخويخ مكي جوحا وق سودي قرخو ورهون إز. كان يمتلك 8 متاجر في مكة. مكي جوحا بره تكي يرسن بره متك يرسن يحكر إيسر ليلوش. فباع الأول والثاني والثالث والرابع حتى باعها كلها لينفق على الدعوة حتى تصل إليكم أنوار لا إله إلا الله. إشي بازر يشول إبرتك إبره متك تا شيء يرجع دعم يحكي رتوبه ديل دين غدر دوح لا إله إلا الله بوصل دوش شك حقا شيء تردوح. في المدينة كان يتاجر وقوافل تأتي يملكها يرسلها للتجارة فترجع محملة بالمال والبضائع. فإذا نظر وجد الناس في فقر وفي شدة وأتى إليه التجار يقولون ندفع لك ضعف قيمتها حتى نكسب منها، ندفع لك الضعفين، يقول هناك من عرض علي أكثر، ندفع لك 3 4 هناك من عرض علي أكثر، ندفع لك 5 أضعاف قيمتها مكسب لك، يقول هناك من عرض علي أكثر. فيقولون يا أبا بكر ما زادك الإسلام إلا طمعا، من يدفع لك أكثر من 5 أضعاف؟ نحن تجار المدينة من غيرنا. مدينة تعش بولش دائما شوحا تندهني مو درحون إلش قيبلش حيو غر شورت احدو هنا دأر دهني ريت دولش مدينة تاع بوشخل وش بول سودي غر خوش أولر يدخني سو حدي أنخل دوش متر أحسعد عدي الله شيء تلور درشاش حون شوز مع صولور برشاش إلش ها صونخ قي لوردوش تقوشين إيلر قو صونخ لور درشاش حون أعدل شلت إلش ها قي صولو شوشين قي صونخ لور درشاش حون إلش ها قي صولوش تقوشين ملو حون صوقي إلوش الغات ترسال. فقال رضي الله تعالى عنه هناك من عرض علي 10 أضعاف إلى 700 ضعف إنه الله أشهدكم أن هذه القافلة صدقة على فقراء المدينة. شين وحون إيلر سوا أشلوش الله صونه لوش إتديق أنتيره ور بعديق يقتل صولوش ويك الله وحون شين ديل تشخو توشا هرداخني درجي مدينة تعبوش بولش قي مسكتشنا خنا نعدل المدوشا ال. فأقبل الفقراء من أطراف المدينة، هذا يعطيه ثياب وهذا يعطيه طعام وهذا يعطيه مال حتى فرغ ما عنده، جميع ما عنده من القافلة. مدينة تاخل بوش بول مدينة يستعبيش خل بوش بول غير مسكنا حبوهوش صارنا مسو هما تعيل رهون سوا شيء قيبل تحدي أنخل دشتل داخل تسعهما دي سأسدي سرهون. وبقي بعض الفقراء لم يجدوا شيئا. تعبوا المسكنا بسنير أقتان هما تقاتشير. فاستحيا سيدنا أبو بكر أن يردهم فأخذهم إلى بيته فأعطاهم ما في بيته. أبو بكرنا صار إحيته الشيء اسمه سابقنا الشيء اسمه عندك تعدي اللي رقت وتان ده. جاء فقير متأخرا وقد أنفق كل ما عنده سيدنا أبو بكر من القافلة ومن البيت. وغيل أوش قي أوش مسكي أوش حوي أرقام وقيبل أحد أنخل دوش درجة دهني شيء اسمه شو عدوش درجة دهني يساغي نعد الله قي حوي أرقام. فاستحى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يرده صفراء وخلع ثوبه وأعطاه إياه واستتر من وراء الباب، ناوله ثوب وأخذ شملة. تعرفون الشملة هذا التي اليوم تضعون فيها الرز، هذا الأكياس الرز هذا الشمل، وأخذ شملة وخاطها بالشوك
يعني ربطها بالشوك حتى لا تنكشف وخرج يصلي وهو على هذه الحالة. أبو بكر وتشيز أتأحر إيه مسك تجبئن خليشين هم قاتشوش مسهم دعدي عن المور بايمر ناقص ذكر الوشول أبو بكر سيدي شيء شو حتسقه ما ده ترتن أقبئن خلوشول إيه مسك تجا يحيته شيء صعب يوش خلوشول بدرتون دعي لرتوا دعي لرمودر شيء تير حيحكن دعي لرتوا تير حيحكن شولت إيها شيء ده حولده هم ده ترتن إيش قالي سندشتل قادي ناخذ شيء ده حولده شيء تيجا تيجا يتأدوا خن أروي لرئيس. كل هذا حتى تصل إليكم أنوار لا إله إلا الله. دقي تار حقنك هدرهون ألشي لا إله إلا الله بوش دش نور شو مخ حقاشي تردو حدرهون. هذا بعض الثمن الذي دفع. هذا ويديس نجا تار وعب اللي مبوش بق مخبوي تنحت حدا أدخ ويديش تج. والعجيب أن بعض السفهاء يأتون ويدعون محبة آل البيت فيتطاولون على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. تامشين هم دقهم با صحابة العودة الناخة فيهمر دوزل شين بيزق بوخشة أبو بكرنا عمرنا لشت عناخل قجوا ما عرفوا حب آل البيت إلشن دوزل بيزل معن خئ نخباتون ولا ذاقوا طعمه تنشام خئ نخباتونش إلشن دوزل بيزر لأن من أحب آل محمد أحبهم من أجل محمد ومن أحبهم من أجل محمد يحب أصحاب محمد من أجل محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. نجح سنديل إلشن دوزل بيشخل وشواز تجا سنة إيش ديل إلشن دح ما بيز إباحتن إلشن دوزل ديل إلشن دوزل ديل إلشن دح إيش بيش ولا ديل إلشن دخ بيزخل بوش بالأصحابش بيز سن. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما روى البخاري قال ارقبوا محمدا في آل بيته أي راعوا حق محمد فيهم وهو الذي قال أن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. أبو بكر الصديق أول شمخلة ديل رئيس خلتنا وت محمد بايمر دوحة إلشن دوزل اللربيلش بايمر دوزل صلى الله عليه وسلم شيء تابنا السيلع بوشن شيء تالس باش بوليرم جوه بوشن شيء أول شمخلة أبو بكرس. سيدنا عمر مسح على رأس سيدنا الحسين وهو في مقتبل العمر وقال له وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلاكم يا آل رسول الله. حسين كرت كجا حقن إيلر إلشن يعق أنت وشوال إجيم استكل كشوالش دامات عمرس حسين كرت كجا حق إيلر شو بعندوش إلشن دوزل شو بعندوش بيقين دويتها كرت عمسيال. ولما جعل مرتب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين من بيت المال أكثر من مرتب ابنه عبد الله بن عمر قال له يا أبتاه لماذا أعطيت الحسن والحسين أكثر مني؟ قال هما خير منك وأبوهما خير من أبيك وجدهما خير من جدك فكيف لا أزيدهما عليك. عمرس ديل رئيس خلتون وأمهما خير من أمك. عمرس ديل رئيس خلتون سيلا أصحاب بصمنا يقر بيت المال داخنيرة يلشن يعشق أنت حسن حسين داخني صودا كان خلير دل راح شيك أنت وشوج عبد الله هن لشلا داخ عمرك أنت إلرق هاي شيء ده شلا شين لشل ألسم ما دل أع ترشن دشتل آلة برزق حسين حسن شامو صلوا إلر إشي حلو زمو ترشن دار حديل وزمو ترشن ديدا حديد لا وزمو الإلر سوا. ولما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بكى سيدنا علي وقال قتل اليوم خير من على وجه الأرض. عيلة ديل رئيس خلتنا عمر غازوة تعديق الخنج زامن شوحة ويل هون عيلة سئيلرق هو ديل لتا أجر ديك وزنك داخل خيخ تخن قلب. سيدنا علي سمى بعض أولاده أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان الذين جاءوا من بعد السيدة فاطمة الزهراء من غيرها. عيلة فاطمة الزهراء أخبوش خيت وسمنا أنا بوشخل بوش شيء دوزلنا أبو بكر عمر عثمان الأصحابي ترشته شيء دوزل ترشته كان خليه سيدنا الحسن سمى من أولاده أبو بكر وعمر. حسن وي عيلي كان تو شيء دوزل شنا أبو بكر عمر أتلين خليه. سيدنا الحسين سمى أبو بكر وعمر. حسين وي إلشان يعقد تو شيء دوزل شنا أبو بكر عمر أتلين خليه. بل إن سيدنا الحسين سمى اثنين من أولاده عمر الأكبر وعمر الأصغر استشهد في كربلاء. حسين سمى شيشين كنتنا عمر تلير شنيت عمر وقوق عمر جمخ والعمر قال كربلاء غازو تاع شيء ديق الخلاء خلير. فكيف يأتي من يريد أن يفرق بين محبة آل البيت ومحبة الصحابة رضي الله عنهم؟ واوي أن تعموه وغروه إلشان دوزل بيزر
أصحابش بيزر ووش الشيق أستوش أهل السنة هم أعظم حبا لآل بيت رسول الله من غيرهم. سنة أهله إش صوت إخش إلشان دوزل بيشبل نهبهون إش لأن حبهم متصل بالعمل أيضا بالإيثار. هون دالشي إلشان دوزل بيزر عيش خلوش العمل سوات لهم مدو إس حين سخلا سان دكنك خليت لوش. كنا في مسجد الأشراف بالأمس، كان السيد حمزة جمل الليل يقول أن آباءنا لما هجروا إلى سيبيريا وكان الناس يشتكون الجوع، كان من معنا من أهل الشيشان يؤثرون على أنفسهم بالطعام ويقولون أنتم من آل بيت رسول الله. سلخان دبا إلى باي مرتين خل بشبل جمل تحينا بشبل سيد حمزة خير سيد حسمع مجد قاعد دولش زمان شو حسيلها مجلس سيد سيجا سيد حمزة تساق شيء إل وإذا ويستخلش سوء إل رخت خدية نخش ثاني سيبر ماركت عبايتين زمان شو ح خدية مثل تفتين زمان شو حشاش خدي دوزوش كلبسين زمان شو ح نخش سير شين سدوش سان دالوش شو ديل إلشان دوزل مدوبوخش سار لردير شاش. والشاهد من هذا الكلام كله الذي في هذه المذاكرة أو في هذا المجلس أن عظمة لا إله إلا الله عندما نستشعر كيف وصلت إلينا ينبغي أن تكون ملء قلوبنا، أن لا نستخف بها، نعظم لا إله إلا الله في الحفاظ على الصلاة، في الحفاظ على الصيام، في أداء الزكاة، في بر الوالدين، في ترك الظلم، في محبة بعضنا لبعض. من أحب لا إله إلا الله أحب أهلها. إشتا لا إله إلا الله بوش خلدش دول جدش سيلل تندق خلدش دول معن وين إخادلشي قدش ليرم ببيزوي وين مو حقت شوي ديتنا تهار بق مخ وحبلين باي مرتن أصحابش أولا أشدكشنا قاحق وين حقت دو إز سنديل قدش ليرم ببيزوي لامز ديزوي مرقاب ديزوي ديك عملي يزوي ووشن ديل دوحة دق ديز شخلاء ديزوي إدوش أول شخل وشوا تقليرن بشخلاء ديزوي. تعظيم لا إله إلا الله أن نراعي الأمانة في العمل والإتقان في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أقا لا إله إلا الله بوش دول دوش دوي إلى رختن سيدر خدوحهم بوخ حين تدلين دشتل ديقر بلغت بلخ أمانة حي قودين بوشبول أحصوت أشول ليرمس إقوتش در هنداش بايمر الله ديل سلم هذا شخص هم بوح بيتش زمان شو بزين قوتش أش إديك بر الله ديل إدوخ ديش وشون. التاجر لا يغش ولا يحتكر ولا يرابي، يعامل الله بالأمانة. أقا سعودي يقرأ الليل وشخل وشوال استقوي بازرع ما بيشتكنا ما بيشخل وشوال استق تيش ميخل يسقس بوا سونخ تصدوش دلهم داق صديش يا مرتلو يسيش ربا ليل وصديش يا مرتلو يمجر داتون سو يوت شولشون. العامل عندما يبني يتقن العمل حتى لو لم يكن عليه مراقب لأنه يراقب الله تعالى. اشتغشلو يشخل وشوال استق شين تحش تقوى صح ديل تحش شين ويخو الشب يغشلو يشغل وشواس ترويكا بوه بيشغل وشواس لك شو ليرين ببيست وإيس. المزارع يؤدي حق الله بالأمانة في زراعته فلا يغش في المواد التي يضعها في الزرع ولا يقصر في الزكاة ولا يسيء إلى الآخرين ولا يغش في الزراعة حتى يبارك الله تعالى له فيها. لا تليلو شغل وشواس لك هي تعدش ديل حق استعلر ديز هون سوى تيش ميخل ويز هون إز ديل حق استعلر ديز هون سوى. طالب العلم وفي المجلس كثير من طلبة العلم يرعون حق العلم. علم عامش خل باش بول متعلمش خد شوحة دق أبق متعلمش ديل دوش تن ليرن بر تن سيدر دحون علما ليرن بر بما بيزري عام وما بيزري علم عام در يتواضعون للناس ناخن حلقة يزد باش واحد عم باش كربوش خل بيزون يخلصون لله في أداء أمانة الدعوة والتعليم. شيء تدلن خل دوش دل ديقر ناخ ديل ديني قيق وراح عن علم دحيق راح ديل دخل ديزق سيريس يحملون أنفسهم على العمل بمقتضى العلم. أقا شيء ده مش كعملوا يتريق سارة شاش عامل خل دوش دل شو علمنت لا يداهنون أحدا في بيان كلمة الله. مطرخ لي لوريات سو بقدك دعاء لريح ناخن حلقة بقدك دعير دوتسو حيزة سديش. أيضا لا يغلظون على الناس في بيان كلمة الله. أم بقدحونا إبقدك شاش ناخي دعولش زمان شو حان كورش مي خربات إش ناخت شوك خربات إش. ينشرون المحبة بين عباد الله. ديل لا شق أحد ديل ويزر مرزو بسمنا بيزر مرزو يرجو ريتو. يعملون على نشر الصلح بين المتخاصمين.
دوني خل بوش بوش ناخن يقع مصلحة درجور دتسوا يحرصون على الاستزادة من العلم. لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظنه أنه قد علم فقد جهل. أقا علم عام وريحة قي سو علم نش عام وريحة ستسوج دعوة ويز إزبو علم عامش ملوي علم استقون شاخين ولا الخيطة حق جاهل وهون. قد رأيت البارحة أحد علماء بلادكم هذه فضيلة الشيخ داود حج موسى، تشرفت بزيارته، شعرت أني صغير أمام هذا الرجل. سيسر اشتا داود موسى حج كان داود واتشحا شو مخكر تديك ستاق واتش علم ستاق واتش زير تاخير ليرتخو تون حلقة شا وحخي اتشي مجعو جمخي تيقشين شا تون حلقة. هذا الرجل العالم العامل الداعي إلى الله الذي من ثمراته علماء يجلسون أمامكم درسوا عليه مثل فضيلة المفتي وغيره، أمضى عمره في تعليم الدين، لكن لما جلسنا معه كان في غاية من الحياء والتواضع، لم يكد يرفع نظره عن الأرض مدة المجلس كله. أقا إيديك ستق عالم ستق شي داخرة أقا علما دعدي الورئيس بوط تون حلقة وحوشين زامن شوحة تخو أردل دولة التب شي وحاجين باش بول شبع قلاتر حلقة جوش واتر قيس توقعينا بولش دشنا خخا ولير من خلوش مفتي صالح مو اشتا خلويس خبوخ علم عامين خلوش والستقى يوزدوش وحتى عن وش تون حلقة شعوغة شالخر خيترشين جيم خيترشين. عندما طلبنا منه الدعاء نحن والسيد عبد الله والسيد محمد والسيد علوي الذين جاءوا معنا في الرحلة، قال هو في غاية من التأثر: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس مليحا وعندك قبيحا. أوه قام وشي سحبي هكذا خل بوش بخوش قوي هرأت عن إشقوريشي إيلي بو أو دا وديجا ديخر دين زامن شوحة دع دهار أحتون ألج داوس إلير سجا فيسخل والدين دقا ناخن جرجا خزق وشحون جرجا إرش خلرخ وخلرخ لرلق شائل. عندما سألته من الصالحين نزور في الشيشان قال كلهم صالحون غيري. شا إلير داود دي صح نختي شوحة ديكشنا ملستقوتي يا أوزير تيردوش ألج شاوتك شاوي جوهان ديكستك إلير تو نختي شوحة. هذه ثمرة العلم يا إخواني. يبوشون علما ستوم. هذه حقيقة العلم إذا امتلأ بها العقل والقلب ليس فقط العقل. إذا شون بقدرش دول علم حقيقة دقت واتي دل حقيقة دقت ودعديزش بقدر العلم إذا هون. كانوا أشياخنا يقولون أن الشجرة النخل هذه التي تثمر التمر عندما يكون التمر لا يزال فيها في بداياته العذق هذا الذي يحمل التمر يكون مرتجها إلى الأعلى، فإذا بدأ التمر يكبر فيه كلما عظم الثمر فيه كلما بدأ يميل إلى الأرض هكذا ينزل. قال وكذلك طالب العلم عندما يكون خاليا تجده مترفع، حفظ كلمتين يرى نفسه أعلم الناس، يهاجم هذا ويكفر هذا ويتكلم على هذا وهو الناجي والفرقة ناجية والناس هلكة يترفع. لكن إذا امتلأ بالعلم وظهرت فيه ثمار العلم يتواضع 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 إلى الحال الشريف الذي رأيناه في الشيخ داود حفظه الله بالأمس عندما قال كل أهل الشيشان صالحين إلا أنا. أقوى شيء علم ناديكش ناخا مصل دال دور بوخ علم عام والولية دحرتن خلش خل دوشلوج حولنا علم قارجي قاتش علم نستم حلوش زمان شو حانة تروحون ألشي وبالم خل خرمان ديت يخرم نشتلتوج زمان شو حا يدحل تن خرم تن بيرتك تن زق دول ديل خيناها يربغن خل إسبوخ خرم بالم تأجين شانا أرما كادش شانا أق مكبدين باشانا جين غيريز يخرم شين شو خلش شو هم حل إرخن عيرزن خلبو سوكي برخلبو دحر الشيء قداش عامينه ساشيخ مو عامين خلوش وصلك درج الشيء علم عم دل ما يتوشى أق شادي غير الشتوب نخوه خد عمل له قال الشتوب نخوه إيش نيس بس باش قصر شيخ ليل بوخ أق خرم قيولي الشيء هي أمجري والجبار مي إقوش زمان شو واحد عن خلبايس. هذا في كل الأشجار يعني حتى في بلادكم إذا ما في نخل إيش عندكم زيتون ولا التفاح ولا إذا صغيرة تراها كل ما كبرت كل ما نزلت. سوكي بر علما ستوم حبل غير قاتش دائما شوحة علما قاق أرجي وقتي استأق واحد أحون باس إشت واحد أخن ليوز إزبا سوكي بر داود توكسي يصير ألقى خدر هون ألشي أطون دع دحار أق إشتاق ديك استقبلوا شو محكة سنزيتي در ألشا وتوك برجي بون ديك نخل إبو هنا
بخل بوش بول علما ستوام. هذا منهج تربوا عليه الشيخ داود وكل العلماء الذين في طبقته، علماءكم في أرض القوقاز ومشايخنا في بلادنا، تربى ذلكم الجيل على هذا الهدي، على التواضع، على الانكسار، على الخشية، على حسن الظن بالآخرين، على محبة الخير للناس. ليست الصورة الجديدة التي بدأت تظهر الآن باسم العلم والدين، الترفع والتعالي، ونسأل الله أن يشفينا من ذلك. إشتا ويحدو يشغل دوش دولج حول النيقة حلقي بون داود أتون مغري حقي إنخل بوشبل ويمخكرة كوكازيرة ديغسنر نوخجي جول غلغي مكر إشت إديك ناخا داود مغري خيل بوشبل إشت حلقي مبو إش أقا سير نعمو بروحن ألج ناخا ديك نيك لأرن ووشن يوقعها مرزو يرجير أقا إيهت بخلر إدر هون سارق حقين حيان خيل دوشتلهم داتر وعن بوهتان تعبول شارسنا تاك إزيك شين علم خينا ألا كورت إره بغيتي أقا كور الليتا ناخي حوش بلش. وقال ينصح العلماء الأفاضل الحاضرين، قال كنا في زمان لا يسمح لنا فيه بإقامة الشعائر، كنا نحارب على إقامة الشعائر، وقد أصبحنا الآن في حكومة تحثنا على وتدعونا إلى إقامة الشعائر، فتغانموا هذه النعمة. أقا إشتا تخون حيخر دش وسهت دش داود سئير شيخ أميلح سيسر تخون يينا زام خل زام لينا أوخ قد زامان شعب بسو بدين ليل دوش داتر تخويك عيدلو أم تخن زام تأفيتنق تأفيت تنخيل دوش دوش عيدلو ليل ديش بوخش بسو بدين خوخ زام ناقتون ديلم أشبيد إيس بيشون إليرتون. وأخيرا أقول لكم أن من ثمرات لا إله إلا الله أن ينظر بعضكم إلى بعض الآخر بعين المحبة، حتى لو اختلف معه، حتى لو عصى، حتى لو أساء، بل حتى الكافر، فضلا عن العاصي أو المبتدع أو الخارج. نحن نبغض معصية العاصي وخروج الخوارج وكفر الكفار، لكن لا نبغض ذواتهم، لأن هذه الذوات خلقها الله، ومن أحب أحدا أحب صنعته، ومن أحب الله أحب خلقه. إشتا لا إله إلا الله بوخش دو دوش اللي يرختن لارن برغ دقونا ويوشين ديزر إميل عيس ولا إميل قلوال ولا إميل تيل ولا دينخ آروال إز ولا بوسوب تقام هندو يترع إكرست ولا أتون ديقنق لوش خل ديسون تنقر يولشل وو عمل أتون نقريز خل تديزوي أم ديغدوي بو يتديز مقردات تن عملنا تنقع يوشل عاسل لين تنقع دوشتولش كفر لين ريس سخلر إذا أحدوين بو أما إداه مش ألجي دال قلن ده مش مدو إشباه أقا إذا أحب صنعته حديث إذا أحب، هذا ليس بحديث، إذا من أحب أحدا أحب صنعته. أخون سعويز ويلشي تسو دين خيل دش دلهم ديز ما ديز هون بو الله ديل ويز هون أقصو قلن بش بول قلن بيز هون. من أحب الله أحب خلقه. أق الله ديل ويز شنتون خلق ديز المدو. بعض طلبة العلم يستغرب من قولي حتى الكافر نبغضه كفره ولا نبغضه. نعم، الذي نص عليه العلماء من بغض الذات الكافرة لا ينطبق على الكفار الأحياء، ينطبق على من مات على الكفر وقد علم الحق فتركه. أما الأحياء فالخواتيم مجهولة، لا نستطيع أن نحكم عليهم بأن ذواتهم كافرة، لا نعرف أيموتون على الكفر أو يؤمنون، فإذا نبغض الكفر ولا نبغض الكافر. صحبولش علما أهل نومت علم شيء أقا إنكر لوينا تتعامش نخي تأتر لوشن بوخ كريستجا وي تناق أخي تشخل دياز يتسوي زرد إعداد وين يتسويز مجردات الشا يدوش الشي أش تامش بتر لبو بعضه علمنا اللخشن سنديل بو وي تسوي شخل وشو كرستك ملوهن الشي كرستن اللي حوله كفر اللي حوله قلق نقو إزبو وأما تان دين خل بوش بول كرستنا إيش تسويز مجردات حون هو أبو تير تشقي موخرو تشقي ديله مايو تارا خير استجا إيمان حول إيماني وبسبا وش قلق ما ترى الله. هذا إذا كان هذه نظرتنا إلى الكافر، فكيف إلى المسلم العاصي أو المسيء أو حتى الذي يحمل السلاح ويقاتلنا ويخرج علينا ونضطر إلى مقاتلته؟ نحن لا نبغضه ولا ينبغي أن نبغضه، نحن نبغض أفعاله التي يفعلها. أقا كرستك حقها ويل إشتخلج عيس والج بوسول بقوش عيس والج قنوش ليتوش والج داقا جرساني وين دوحل والح وجرزن دوحل ويتون دوحل جرز داق بقوي لح تون ديغ تدي زر بوش تهم خير دات توي بيشخل بوش بولخ تون عمل تون إرش بولخ تون جوريز دوش خير. لا تلوثوا قلوبكم بالكراهية والبغضاء يا إخواني، لأن هذا
يورد على القلب الظلمة. الشيء دقنش قيمة ديلش هنا قدم تدي زرنت إح سوى دقت إبود بحون سوى تبي زم ناخذ قلب الأروى. قال صلى الله عليه وآله وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا. قامر الله صلى الله عليه وسلم قوتش إيمان دلن خير مدات شووشين ديزلت. في أول الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. حديث حلقي مويو شو يلس من جغور مدات أش إيمان دللت. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. شو إيمان دلن آخر مدات قوتش ووشين شو ديش خللت. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ شاتهم حقيقي شون أش إقوتش دي شووش دوق دي زردلش. أفشوا السلام بينكم. سلام مارشل شين يقع درج ديلش. السلام باللسان، كل من لقيت في الشارع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو لم تعرفه، بل من علامات الساعة ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. هذا باللسان، والسلام بالأفعال بالتعاملات بالمعنيين. نحرص على السلام لأنه يورث المحبة التي ترسخ الإيمان الموصلة إلى الجنة. رزقنا الله وإياكم كمال ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اشتتون دل وين هذا ديزون أج حين ويش والجنجا حين ويش واتجنجا. السلام عليكم أولوشة تاق اشتسلم مارشال خاتية تكتبه متى تسلم مارشال خات تأدية سو دقت سلام مارشال خات تأدية سو دقت سلام مارشال خات تربو خدوف أح إمرش وتر حيقر تحني كيبر ظلم تداري تر أق أتون هدير دحون ألشي ووشن يقع مرزو يرجور يوحون ووشن يقع بيزن بارجور بوحون تاق صوت إعتاء عظلم خردات دقنك بخردات داد إها بركة يلبوخ وليل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا قوة إلا بك. اللهم إنا قد رفعنا إليك كف الضراعة متوسلين بصاحب الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما قبلتنا في ساعتنا هذه قبولا نرتقي به إلى أعلى مراتب المحبوبية ونذوق به لذائذ القربة في حضرات المعية. اللهم بارك في هذا المسجد وفي من عمره وفي من عمر عنه، واملأه واعمره بالعلم والذكر والنور والصلاة والتلاوة، وكذلك سائر مساجدنا أجمعين. اللهم أصلح بيننا وبين المساجد، واجعلنا من خاصة الخواص من كل عارف ومحب ومحبوب وساجد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط في هذا البلد بساط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والصلاح والخير والاستقامة والرشاد، وجنبه وأهله ومن حل فيه أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والمعاصي والذنوب والقتل والأنكاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق من وليته أمر هذا البلد إلى ما تحبه وترضى، واملأ قلبه بأنوار الصدق والإخلاص والاستقامة، وأيده ومكن له بالحق في الحق بالحق يا حق يا أرحم الراحمين. اللهم ونحن عبادك وأبناء إمائك وعبادك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونقاء أبصارنا
وأن تكرمنا في هذه الساعة بهبوب نسمة إحسان من حضرتك. اللهم طهر قلوبنا عن كل تعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم أحينا ما أحييتنا على الإسلام والسنة، وأمتنا إذا أمتنا على الإيمان والشهادة، وبلغنا الحسنى وزيادة، وبلغ كلا منا من فضلك ما أراده وفوق ما أراده. يا الله، يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه، رفعنا إليك أكفا قد جنت من المعاصي ما جنت، وخاطبناك بألسن قد عصت، وأصغينا بآذان قد عصت. نعلم أننا لا نستحق الإجابة، غير أن ليس لنا رب سواك، وليس لنا خالق عداك. إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن رددتنا فمن يجيبنا. أقد تكرمت علينا بلا إله إلا الله، ولولا تفضلك بها ما كنا في بيتك هذه الساعة. فيا من أنعمت علينا بلا إله إلا الله، أتم علينا النعمة، املأ قلوبنا بأنوارها وأسرارها وبركاتها، ثبتنا عليها، أحينا عليها يا حي، أمتنا عليها يا مميت، ابعثنا عليها يا باعث. أحسن خاتمتنا عند الموت، وتداركنا قبل الفوت. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، قد أكرمتنا بأن أذنت لنا بالدخول إلى بيتك، والكريم إذا دعا أحدا إلى بيته أكرمه، كيف وأنت أكرم الأكرمين، وأنت خالق الكرم والجود. يا ودود يا ودود يا ودود، يا من أكرمتنا بالنزول على فضله في بيته، اجعل إكرامنا واجعل قرانا قبولنا لديك، وامتلاء قلوبنا بمعرفتك، وأرواحنا بمحبتك، وأسرارنا بمشاهدة أنوارك، وعقولنا بالتدبر والتفكر في مراضيك، وأنفسنا العاصية الأمارة بالسوء نشكوها إليك، نشكوها إليك، نشكوها إليك، نشكوها إليك. يا وحي نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني، وبالأماني سبتني، وفي الحظوظ كبتني، وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي، قد استعنتك ربي، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي، فحل عقدة كربي، وانظر إلى الغم ينجال. استعنا بك يا الله في صلاح قلوبنا وحل عقدة كروبنا، فانظر إلينا نظرة جود وكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نرفع إليك شكوى وظلامة عباد من أهل لا إله إلا الله، هم إخوة لنا في الدين، في فلسطين وفي بلاد الشام واليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي شرق الأرض وفي بورما وفي شرق الأرض وغربها. اللهم إنا نرفع إليك مظلمتهم، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا، والطف بهم لطفا شاملا، وسائر المظلومين من المؤمنين وغير المؤمنين. ابسط بساط رحمتك وهدايتك على خلقك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم أدرك أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أقر عين سيدنا محمد في أمة سيدنا محمد، يا من قال له إنا لن نخزيك في أمتك. نسألك بابتهالاته وتضرعاته ودعواته الشريفة إلا ما قبلتنا في هذه الساعة. قد أخبرنا عنك صلى الله عليه وسلم بأنك حيي كريم، تستحي إذا مد عبدك إليك يديه أن تردهما صفرا. هذه أيدينا إليك ممدودة، وآمال قلوبنا عليك على فضلك وإحسانك معقودة. يا ذا الأيادي المشهودة، يا كريم ويا كريم يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وسيد أهل الأرض والسماء سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم ومن تبعهم وتابعين لهم بإحسان ما توالى الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وإلى حضرة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ الكريم يطلب التحديث بالحديث المسلسل بالمحبة. ولير مع حلقات الوشوشو هيشو بوه اشتا وليرمي وشوش حيشيغا وحلقة وشوش حيشو بركتي عندي خردو ديشة